لك أستاذي يا صاحب الأمجاد يا صانع الأجيال، أنت المنير الهادي بالعلم والإرشاد في موطن الأبطال. تحية لك أستاذي يا صاحب الأمجاد يا صانع الأجيال، أنت المنير الهادي بالعلم والإرشاد في موطن الأبطال. السلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. نشكر السيد مدير المكتبة والقائمين على هذه المبادرة الجميلة الرائعة التي هي عربون وفاء لمن أفنوا حياتهم في تنوير العقول. المعلم أيها الأفاضل، وربما تكون شهادتي مجروحة لأنني أحد هؤلاء الناس. المعلم لا يلقن الأبناء الحروف والقراءة والكتابة فقط، هو يغرس فيه الآداب والأخلاق، هو يوجهه، هو يحاول أن يخرج منه ذلك الفرد الصالح في المجتمع. صحيح ربما قد نفتخر بأن قد تخرج على أيدينا الطبيب والطيار والمحامي، لكن بقية أفراد المجتمع التاجر والبناء والحداد والنجار كلهم يحتاجهم المجتمع. فأنا كمعلم أريد أن أخرج هؤلاء أفرادا صالحين، هذه الأولى. والثانية المعلم والأستاذ وكل من هو في التعليم قبل أن يقوم بعملية التربية فإنه يقوم بتلك العمليات الجراحية على الدماغ، يوجه وينصح ويربي. كما قال علي عزت بن رحمه الله: إذا لقنا التلميذ إذا لقناه فإننا قد نضيفه إلى القطيع، لكن إذا علمناه التفكير فإننا سنعلمه كيف يكون حرا. فهذه الكلمة أن هذا المعلم يريد أن يخرج ذلك الفرد الصالح في المجتمع الذي له تأثير مهما كانت الوظيفة التي سيشتغل بها، فهو الأب الحامي. نحن نقابل الأبناء نجلس معهم تلك الساعات وال5 ساعات وال6 ساعات مقابلة وجه لوجه. قد لا يجلس الأب مع أبنائه هذه الساعات، ما كانش أب يقعد باب 5 سوايع في النهار، هذا هو فضل. لكن المعلم هو يقوم بهذه العملية المكملة للتربية. وللأسف الشديد نحن هذه المهمة التي غيبها الإعلام وغيبها المجتمع وغيبتها نوع من السياسة عن مكانة الأستاذ ومكانة المجتمع. أصبحنا نستهزئ به مدرسة المشاغبين، تلك المسرحية التي حطمت ما تبقت من قيم والناس تتفرجها وتضحك وعجب الحال وقد تفرجتها 20 مرة. لكن ماذا فعلت في أنفسنا في العقل اللاواعي؟ لقد هدمت أكثر ما بنت للأسف الشديد. هذا المعلم الذي إذا قرأنا في تراثنا بأن هارون الرشيد خليفة المسلمين الذي كان يقول للغيمة: امطري حيث شئت فإن خراجك يعود إلي، بعث بابنيه للمعتصم وقال: وربيهم الأخلاق قبل ما تعطيهم العلم. في يوم من الأيام شاف هارون الرشيد واحد من أولاده يحمل الإناء ويكب على المعلم بتاعه بشخص رجليه. ففي الغد نادى المعلم الأستاذ معتصم وقال له: راني شفت واحد من ولادي يهز الإناء. فقال المعتصم: ربما هذا التصرف لا يليق. هل تعرفون ماذا قال هارون الرشيد؟ قال: لقد أخطأ ابني، كان من المفروض أن يسكب بيد الماء ويغسل باليد الأخرى رجله. أبو حنيفة رحمة الله عليه قال: كان لا يمد رجله في اتجاه بيت أستاذه العباد، وبينه وبين أستاذه 7 حارات. عندما نرجع قيمة المعلم خلال هذه المبادرات البسيطة، مجموعة من المعلمين وتلاميذ تاعهم يتلاقاو، مبادرات نرجعها. نحن للأسف ما كنت أتكلم مع زميلي سي محمد جلول، قلت له مناسبة 5 أكتوبر هذه في المدرسة احنا نحتفل بالمناسبات كل الوطنية والدينية والعالمية. يجي المناسبة تاعنا ننسوها. علاه؟ جايبنا في 5 أكتوبر، المديرين مازالوا داخلين،
مع في عدد الاولاد قداش اللي راحوا قداش اللي جاوا الافواج التربويه والاساتذه واش خاصك ودفعنا العرس في دارنا ونخرج من برا. صحيح. هذه السنه الحمد لله يعني انا تابعوا كاين شويه التفاتات لهذه الفئه المعلمين، تبدا بهذه المبادره على امل ان شاء الله نزيد نسخ على الساده المديرين لان تكون اكثر من هذه، نحيوها بطريقه اخرى وباكثر ان شاء الله فيها الاشياء. ويعني هذه المبادره جميله انه نحسوا المجتمع بقيمه هؤلاء المعلمين الذين درسونا ويفنون حياتهم. المعلم يحترق قبل ما يوصل هذه الاشياء، يحترق هو في حد ذاته. ربي خرجنا ان شاء الله بصحه وعافيه من هذه المهنه التي ما زلنا في الميدان. وكان لي الشرف خدمت مع الشيخ نور الدين ولو مده قصيره والشيخ القاسم وكوكبه اخرى من الافاضل ربي يبارك فيهم ان شاء الله. نشكركم مره اخرى وربي يجازيكم خير ان شاء الله ويمتع الله الجميع بالصحه والعافيه يا رب متقاعدين ولا مازال في الميدان. وشكرا للجميع. اسمحوا لي طولت عليكم. لك أستاذي يا صاحب الأمجاد يا صانع الأجيال، أنت المنير الهادي بالعلم والإرشاد في موطن الأبطال. تحية لك أستاذي يا صاحب الأمجاد يا صانع الأجيال، أنت المنير الهادي بالعلم والإرشاد في موطن الأبطال.